السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين في منوعات أم محمد الرفاعي، وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. صلوا على الحبيب. النهاردة جايبه لكم فيديو ده أنا عشته في حياتي وعن تجربة، ويا رب تستفيدوا منه. ويلا بينا نشوف ايه حكايتي مع الشيطان. لا، هي ما كانتش شيطان، كان شيطانة والعياذ بالله، وربنا يكفيكوا شر الشياطين يا رب العالمين. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما قلت لكم كده في المقدمة، حكايتي مع الشيطان. ربنا يكفينا كلنا شر الشياطين يا رب العالمين. انا كان حوالي سنة كام 2001. كنا في الشقة اللي أنا كنت ساكنة فيها، كنت دايما أشوف كوابيس. وكان دايما كابوس كان يتكرر معايا، بس للأسف ما طلعش كابوس، ده كانت رؤية من ربنا سبحانه وتعالى، لأن أنا كنت دايما بشوفها بين أذان الفجر والإقامة. هي اتكررت معايا كم مرة، فكنت بقوم مفزوعة. كنت بشوف ايه بقى، كنت بشوف انني نايمة انا وولادي، وبقوم علشان اصلي الفجر، ان الفجر ادن وقايمة ان انا اصلي في الفجر في نفس التوقيت اللي انا بشوف في الرؤية، الاقي ان في شيطان داخل من الباب الشقة عندنا، واقعد اطرد فيه لحد ما بخرجه بره الشقة، وانا بقى ايه، بقرأ آية الكرسي. وانا بقرأ آية الكرسي اتكرر معايا. انا كنت فاكراه كابوس. لما كرر معايا اكتر من مره، فبقول لوالدتي، قالت لي تعالي نروح يا عمتها الله يرحمها. عمت والدتي كانت ست كبيره في السن وكده، وكانت من نحسبها على الله على خير يعني، لا نزكيها على الله ونحسبها على خير. انها كانت يعني من اهل التقى وكده، وكان وشها منور من كتر الصلاه اللي كانت بتصليها، كانت على طول قاعده تصلي ليل ونهار كده. فراحت جابت تقول لها، فروحنا لها وكده وقعدنا فبقول لها، قالت لي ده مش كابوس يا بنتي، دي رؤية ربنا بعتها لك علشان تشوف، واللي انت بتشوفيه مش الشيطان، ده شيطانة بتخش البيت عندك. طب إيه العمل ايه؟ قالت لي تشغلي سورة البقرة على طول في البيت، وطبعا مع تواظبي على الصلاة، واهم حاجة صلاة الفجر. قلت لها لا الحمد لله، يعني حتى أنا في الرؤية بشوفها وانا قايمة اصلي الفجر يعني في نفس التوقيت. قالت لي عشان كده ربنا بعتها لك اشارة. قالت لي تواظبي على الصلاة، ومع كثرة الاستغفار والاذكار وكده، وسورة البقرة دنها شغالة في الشقة على طول. وقالت لي على كمان حاجة، لازما تجيبيها عشبة، هي عشبة بتطلع في الارض عادي، وتغليها في مية العشبة ديت، وتمسحي بها الشقة، وتمسحي مكان، خصوصا مكان ما شفت الشيطان، تمسحي وتروحي مطلعاها من الشقة على بره على الباب على السلم كده وتمسحي. قلت لها ماشي. هي مرة واحدة قالت لي في خلال الأسبوع إن شاء الله، بس لو واظبتي وعلى قراءة آه، سورة البقرة. طبعا ما كانش فيه تليفونات محمول أياميها، ما كانتش كتير في 2001، أو ما كانش في يعني موجود قد كده. فالمهم كنت بقعد أقرأها سورة البقرة، وجبت العشبة ومسحت. في خلال الأسبوع ده ربنا بين لي مين اللي كانت بتخش الشقة عندي، وربنا كفاني شرها. ايه بقى اللي خلانا افتكرها دلوقتي بعد حوالي 22 سنة، ان حصل لي نفس الحكاية. برضو كان دلوقتي بشوف كوابيس، بس ما بشوفش شيطان ولا شيطانة، لا، يعني بشوف كوابيس وبشوف حشرات في البيت يعني. شفتوا النمل، انا صورته لكم قبل كده فيديو النمل كم مرة. وكمان اللهم صل على سيدنا محمد، وبلاقي خنافس كتير في البيت،
مش هقول لكم صراصير، خنافس. انا كنت شوفي 22 سنة، يعني الواحد بينسى نفسه مش بينسى اللي حصل. اللي فكرني بيها ان برضو كنت عند اختي من قريب، وكان عندها ضيفة وكده من الصعيد. آه، لقيت فقاعدين بنتكلم كده، من ضمن الكلام فبقول لها ده انا بلاقي حشرات غريبة، ده حتى الخنافس احنا هنا في يعني يعتبر صحراء ارض رملية، الخنافس جت هنا ازاي؟ قالت لي ده لا اما سحر لا اما حسد. وقالت لي برضك على نفس الوصف. انا قعدت بصيت لها كده وتنحت يعني، طب ما انا كنت عاملاها قبل كده قالت لي العشبة بس تجيبيها هنا دلوقتي، هي مش موجودة، بس سبحان الله ربنا رزقني بيها. هوريها لكم دلوقتي. رزقني بالعشبة ديت وانا رايحة السوق والله. قبل ما اطلع على الرصيف لقيتها منبتة جنب بجدران الرصيف. ايه هي بقى العشبة ديت؟ العشبة دي اهي، اللي هي الرجلة او البقلة زي ما بيقولها في بعض الدول العربية. قالت لي هاتيها لو خضرة يكون احسن زي ما هي كده، وتجليها في المية وتمسحي بها الشقة وتطلعها على بره. وبرضك مع صورة البقرة. انتوا عارفين ان الراديو انا شغالة على طول على اذاعة القرآن الكريم، وما بنيجي انام برضو بشغل التليفون على طول على القرآن. فما اعرفش والله ايه اللي بيحصل لنا، بس الحمد لله في الاول والاخر. اهديت الرجلة، شوفوا سبحان الله، هي ما فيش رجلة دلوقتي لانها ما بتطلعش الا في الصيف في الذرة، لو اغلب الفلاحين عارفين بتطلع في الصيف. فلقيت العودين دي، ما بقتش مصدقة نفسي ان انا لقيتها دلوقتي. فقطعتهم، وقبل ما اعملها قلت ما اقول لكم على الوصفة دي يمكن حد يستفيد منها ويكون متأذي زينا كده. تجيبيها تغسليها تغسليها وتغليها في المية، وتسيبها منقوعة من الصبح لحد تاني يوم. وبعد كده تمسحي بيها الشقة على بره او البيت، وترمي ميتها بره. وزي ما قلت صورة البقرة شغالة على طول في قلب البيت. اللهم صل على سيدنا محمد، طبعا مع المواظبة على الصلاة والأذكار. وإن شاء الله ربنا يفك كرب كل المكروبين. معلش أنا قاعدة في الجنينة، فعلشان كده الدبان ما شاء الله ملموم علينا يعني. شفتم؟ هي دي ايه بقى؟ ايه الرجلة او البقر. هو سبحان الله، هو زي ما ربنا ذكر في سورة البقرة نكتم يعني اللهم صل على سيدنا محمد. ده انا مش فاكرة السورة عندما بقى من البتاع. ان يعني محدش هيضرك بشيء الا كتبه الله لك، ولا ينفعك بشيء الا كتبه الله لك. بس في ناس مؤذية بتأذي، والسحر موجود والحسد موجود، وربنا يكفينا شر شياطين الجن والإنس بإذن الله يا رب العالمين. يا رب تستفيدوا من الفيديو ولو بحاجة بسيطة، وتدعوا لنا، تدعوا لنا وتدعوا لكل مسلم يفك ربنا يفك كربه وكربنا جميعا يا رب العالمين. يا رب يا رب، ويكفينا شر شياطين الجن والإنس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.